أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقات والمرسلين. بإذن الله لنا لقاء جديد مع وصفة جديدة، وهي وصفة الأرنبيط أو الشوفلور. وهي شوفلور كلمة فرنسية والأرنبيط كلمة عربية، وإحنا كنستعملوها كنقولوا الشوفلور. شوفلور اللي يبغى الشوفلور يطيبوا بطريقة جديدة هي حصريا عندي اليوم غادي نوريها لكم. كيجي الشوفلور ناشف، ما كيجيش فيه المرقة نهائيا. الناس اللي كيحبوا الشوفلور يكون ناشف، ما يكونش مياه يعني فيه المرق كتير، غادي يدير هذه الوصفة وغادي نوريها لكم بالأسرار ديالها. شوفوا ما شاء الله كي كتقطع كأنك كتقطع مسكوتة أو كتقطع بسبوسة، أو شوف البلاطو فين طابت، يعني التبصيل فين طابت، كيفاش ناشف ما فيه ولا حبة أو قطرة كي كنقولوا ديال المرق. إذن غادي تبقاو معايا عفوا، وغادي إن شاء الله غادي نشوفوا المقادير ومن بعد الطريقة. هنا كنشوف عندي هنا المقادير، عندي الحامض والبزار والملحة، عندي 2 بيضات، هنا باكية ديال النيدو، وهو هذاك هو السر اللي غادي نهضر لكم عليه. عندي الزيت ما يعادل ربع كأس من الزيت، عندي ملعقة كبيرة من النشا، وعندي الفرماج اللي غادي نحكو، الفرماج الحمر اللي كيتحك بالحكاكة. انا درت لافاش كيري، وانتم حرار اللي توفروا دير الفرماج اللي متوفر عندك ماشي مشكل. هنا حطيت الشوفلور ديالي بعد ما غسلته ونقيته وقطعته حطيته يتسلق مع واحد الاضافات، ما يتسلقش بوحدو بطبيعه الحال. كنضيفوا معاه شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وشي 2 ديال الدواور ديال الحامض باش كيعطيه داك البنه وكيجي مزيان، كيجي بنين. كتزول الحامض كيزول له داك الزفوريه. كتزول له ديك الريحه ديال الزفوريه كيف ما كنقولوا، او الزفر، لان كلنا كنعرفوا على ان الشوفلور كيطلق واحد الريحه شويه ما ليست محببه عند الجميع، هو والكرنب كيطلقوا ريحه شويه مجهده. اذا حنا بالطرق ديالنا كنحاولوا نقادوا داكشي. هنا غادي نخدم لاصوص اللي غادي نسقي بها الشوفلور. هنا نتوما كيف كتجيبوا جبنا الخلاط ودرنا فيه 2 بيضات، من بعد درنا واحد المعلقه كبيره ديال النشا. هانتوما معايا غادي تشوفوا المقادير كلها. كنزيدوا ربع كاس من الزيت، زيت نباتيه، ربع كاس من الزيت. المقادير ها هي كنشوفها حداكم، هذه كيف كنذكركم بلي ان هذه هي لاصوص باش غادي نسقيو، وهذه هي الوصفه ديالنا السحريه العجيبه، وهو الحليب نيدو. هي عاده بكري كانوا كيدار بالحليب، كنا نديروا نسيطروا الحليب، ربع الحليب يعني 2 كيسان الحليب، كان كيجيب لنا داك الشوفلور ميه حتى هي ما طيب فيه، ملي كتمشي كيجي ميه. من بعد كنضيفوا شويه ديال البزار والملحه. هنا غادي تكون سهلات لاصوص ديالنا اللي هي عباره عن النشا، حليب غبره، بزار، ملحه، حامض، نص كاس 4 كاس ديال الزيت. هنا كنعتذر الفيديو اللي كنت انا درت فيه لاصوص فوق الشوفلور او القرنبيط وحكيت الفرماج ودرته من الفوق. هاد العمليه مشى لي الفيديو ديالها، كنعتذر ما عرفتش كيفاش وقع لي فيه. ربما ملي كنت كنسجل ديشارج هاد التليفون سالت له لا شارج وضاع مني داك الفيديو. المهم ها هي البقايا ديال الصوص كتبان هنا في الكاس، وهذا الغطر اللي كان فيه الفرماج محكوك. انا جمعت دابا داك الشيء، وهي طريقه سهله وتبارك الله السيدات ديالنا كيعرفوا شنو يديروا. الان هانتوما كتشوفوا النتيجه كيفاش خرج، ما شاء الله. اللون ديالو رائع وكيعطي شي ريحه زوينه في الفران، ريحه رائعه ولونه زوين، والقوام ديالو رائع كيف كتعاودوا تشوفوا معايا. ناشف، كتقطعوا ناشف بحال كتقطع المسكوته او الكيكه او البسبوسه او صافي. دابا تهناي سيدتي وتخلصي من داك الشوفلور اللي كنتي كطيبيه ويجيك ميه ولا مرق ولا. دابا تبع هاد الوصفه معايا وان شاء الله غادي يجيك شوفلور في الغايه ما يكون كيف دابا كتشوف وكتبغي. الوصفه سهله ماشي شي حاجه، وهي غير الافكار ديالنا هي اللي كنضيفوها، اما الوصفه راه هي سهله في حد ذاتها. ايوا كنتمنى الوصفه اليوم تكون عجبتكم، وتسناوني في وصفه اخرى ان شاء الله، والى اللقاء. شكرا للمتابعه. الان غنخليكم مع واحد الوصفه، وهي وصفه المربى.
كنتمنى تروق الاعجاب ديالكم ايضا. غادي تبقاو معايا وغادي تشوفوا المربى ديالاش. جيتكم بواحد الوصفه ديال الكونفيتور اللي هو ديال البرتقال، وكيف كتعرفوا ان كونفيتور البرتقال محبوب وكل شيء كيبغيه، كل شيء كيفضلوا على بعض الكونفيتور انواع اخرى من الفواكه، لانه فيه حك، فيه الفيتامين سي، وفيه الطيبه ديالو، المذاق ديالو دائما كيكون مخالف على الاخرين. وعلى اي هذه كتبقى مذاق وشهوه ديال كل واحد. انا اليوم جبت كونفيتور ديال البرتقال كيف كتشوفوا هنا معايا 7 ديال الحبات ديال البرتقالات، ما عبرتهمش شحال، غير هزيت للشين ونقيتهم مزيان، حيت لهم داك البيض ديالهم كامل نقيته. وهانتوما غادي تشوفوا داك الجلف ديك اللي زولت له انايا كلها هو مجموع، لان هذاك الا بقى كيمرر الكونفيتور وما كيجيش مزيان، كتجيو داك الجلود هكا كيبقاو في الفم هذا. اذا من الاحسن يتنقط نقيه صافيه تماما. من بعد كندوز المرحله الاخرى، وهي انني كنجيب البرتقال كنحكلو داك القشره ديالو، كنت واحد 3 ديال البرتقالات كنحكلهم داك القشره ديالهم، كنزيد عليهم شويه ديال الماء وكنحطهم كيغليو غير واحد قل من 5 دقائق، غير المهم غير يغليو، طلع فيهم داك الغليه، كتضفيو عليهم وكتصفيه وكتخلي داك الماء ديالو كتحيدو، داك التفل ديالو هو اللي غادي نزيدوه على البرتقال. صافي ملي كنصفيو داك الشيء كنعاودو نرجعو نصفيو داك القشور، كنعاودو نرجعو للبرتقال، كنضيفو عليه السكر. انا هنا درت 400 غرام ديال السكر، وكيبقى على حسب الذوق. هاد الكميه ديال البرتقال انا درت لها 400 غرام ديال السكر، وكنحركو مزيان. غادي نبيتو يبات ليله كامله في الثلاجه، كتشدو عليه يبات ليله في الثلاجه. غير كاين هنا واحد الاضافه، الا كان عندكم اللشين ناشف غادي تزيدوا واحد الكويس ديال الماء، كان عندكم اللشين مزيان عامر بالماء ما تحتاجوش الماء، كديروا غير السكر، كتحركوه مزيان، كتغطيوه وكتخليوه هو داك المبشور ديال البرتقال، تحطوه في الثلاجه تبيتوه حتى الصباح ان شاء الله، وكتجبدوه تخدموا به. في صافي الغد اللي كنجبدوا داك الكونفيسور ديالنا من الثلاجه، شوف كيفاش كيصبح فيه داك الطالق، داك العصير ديالو. وكيف ما قلت قبيله ونعاودها، اللي عنده اللشين ناشف يزيد واحد الكويس الماء، واللي عنده اللشين عامر بالماء ما يحتاجش الماء، صافي غير الماء ديالو. صافي كنديروه في الطنجره كيطيب، كنخلطو مع داك المبشور، كنجمعهم بجوج، كنديروهم في الطنجره كيطيبوا، اذا نحرك طيب ونحرك كيف العاده. والطريقه باش كتعرفوا واش الكونفيتور راه واجد، انا فايته مصوبها في الكونفيتور ديال الفريز، كديروا شي شويه في التبصيل وكتجروا واحد الخط بالمعلقه، الا ما تلاقاش دغيا راه كيكون واجد. هذه هي النتيجه كيف كتشوفوا هنا معايا. عطاني قرعه ديال نص كيلو ولا اكثر، وكثر تقريبا كيلو، عطاني تقريبا كيلو الارب ديال الكونفيتور من العينه الرائعه، يعني من الجوده الممتازه. شو كيفاش داير. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.